السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ايضا فيزيتيا مادومي. اذا اعطيت في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام انطلاقه تفاصيل هذه المواجهه، وينطلق الحوار على مستوى الدور النصف النهائي. الاسماء التي وصلت الى هذا الدور ثم ايت بودلال عميد فريق، هذو ثلاثه بشكل ممتاز، كره اماميه، محاوله كان بامكانها انها تعطي الهدف في الوقت اللي كان هناك خطا، واعتقد انه كان بامكان الاعلان عن ضربه جزاء لصالح المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي كنا نتحدثوا على العميد ايت بودلال. فاعتقد بانه تدخل في حق اللاعب ديال المنتخب الوطني المغربي، وغادي نشوفوا الاعاده، يعني العمليه الهجوميه والامكانيه ديال الانزال ديال الكره لانه كانت هوائيه. فهنا الاعاده لاحظوا كره تنفذات بهذا الشكل هذا، ايت بودلال مشى الكره ديالو، لاحظوا التدخل ديال الحارس، ضربه خطا، كره ثابته، اختار الكرات صراحه في هذه المقابله، نفذت بشكل سليم وصحيح، عمليه هجوميه. لاحظوا كيف تم التعامل مع هذه الكرة مباشرة، ترتطم بالعارضة الأفقية وتغادر إلى خارج الخط الخلفي للملعب. التصويبة أتت من جانب اللاعب المالي، تابعناه يعني من خلال التصويبة الماضية من جانب المنتخب المالي. هل ستكون ردة فعل بالنسبة لعناصر المنتخب الوطني المغربي؟ كرة من جديد، والحارس بن وزير في المكان المناسب. المنتخب المالي وكأني به أخذ جرعة معنوية، بالتالي أصبح يقوم بمحاولات كان بإمكانه أن يحسم في الهدف الأول. كرة كان بإمكانه أن يحسم في الهدف الأول، كرة ملعوبة تجاه زكريا وزان مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب. وتنتهي في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام تفاصيل الجولة الأولى لمباراة اليوم بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب المالي في دور نصف النهائي كأس الأمم الأفريقية لأقل من 17 سنة. آدم بوفندر يغادر محمد رضواني، واللاعب الذي يدخل الآن لهذه المباراة، والأنظار تتجه للمشاركة الهامة من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي، استعانة أيضا باللاعب معلي. إذا ضربة خطأ، كرة ثابتة خلف الكرة، هنالك اللاعب إبراهيم ديارة عميد الفريق. كرة ثابتة تنفذ، أنه خرجت بعد ما مشات للزاوية 90، ارتطمت بالزاوية 90 بشكل دائري، تنفذت الكرة بهذا الشكل هذا، بهذه الطريقة هذه. شبهه الكثير باللاعب يوسف النصيري على اعتبار أنه بنفس الطموح. كرة ممتازة، بن وزير في المكان المناسب، بن وزير في المكان المناسب كيتمكن من ايقاف الكره. وشوفوا التصويبات ديال المنتخب المالي، وهذه التصويبه جات من جانب انجيتيا، اللاعب اللي قام بالتصويبه ديالو مباشره بهذا الشكل هذا. هذه محاوله كانت صعبه على معترك المنتخب الوطني المغربي لحسن الحظ الى خارج الخط الخلفي للملعب. حذري من هكذا اخطاء خاصه في الوقت هذا ضمن هذه المباراة دور النصف النهائي. كرة تنفذ مباشرة بين يدي الحارس بن وزيل، يتمكن من إيقاف هذه الكرة وإيقاف طموحات هذا اللاعب إبراهيم ديارة. في هذه اللحظات تأتي الصافرة المنية لتفاصيل مباراة اليوم، النتيجة النهائية لهذه المباراة 0-0. أنجي تيا يسير ليصوب، بن غوزيل في مكانه يترقب، يريد أن يستلم أول كرة، بن غوزيل، والهدف الأول مارسيال، الهدف الأول لأنجي، 1-0. يتقدم، يصوب، والهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي. أنجي 1-0. يتقدم، يصوب، والهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي. هدف مهم معنويا، يجعل ثقة موجودة عند العناصر الوطنية.
يزيح غم. يلا طه في الوقت اللي نشوفوا هنا تقدم ثم يأتي الهدف. مشان الكرة طه بن غسيل تعامل معها بشكل جيد، ولكن قليل من الحظ كان بإمكانه أن يزيحها. لاحظوا عبد الحميد معالي يستعد ينفذ يضيع حاول أن يضع في المرمى. تعامل مع كورته بشكل هادئ، حاول يلعبها في الزاوية البعيدة. طه كرة تنفذ ويسجل الهدف الثالث للمنتخب المالي، 3 مقابل هدف 1. بداية من خلال تسجيل بهدوء. إسماعيل يتقدم والحارس يصد بهذه الكرة. ضربة ترجيحية أخرى تضيع لعناصر المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة. بختي صوب كرته، حارس مرمى يتمكن من التصدي، حاول للتصدي من جانب طه بن غزيل. تنفيذ وتصدي ممتاز من طه بن غزيل. إضاعة أول ضربة ترجيحية للمنتخب المالي. 3 مقابل 1. محمد حموني يستعد ويضع الكرة في المرمى. 3 مقابل 2. مهمة من حموني. 3 مقابل 2. ضربة ترجيحية، تصدي من طه بن غسيل، سيكون شيء رائع. ضربة ترجيحية رابعة للمنتخب المالي تنفذ والحارس يصد. مهمة، سيكون شيء رائع. ده كما فعل يحيى لمال. ممتاز طه بن غسيل. ميلاد حارس رائع فذ مميز بما تحمل الكلمة من معنى. مشى الكرة يعني قام بالمطلوب. أيت بوتلان يضع في المرمى. نعود. لم تنتهي بعد. مشوار النهائي بإمكانه أن يتواصل. سننتهي من السلسلة الأولى وننتقل للسلسلة الثانية. يلا يا طه يا بن غسيل أمام هذه المحاولة وتسجل. يتقدم الآن المنتخب المالي بهدف 1 في انتظار كرة المنتخب الوطني المغربي. كل الكرات حاسمة الآن في هذه السلسلة. الآن كرة مغربية. محمد قطيبة يستعد. ينفذ، يضع الكرة في المرمى. 1-1 في السلسلة الثانية. 1-1 في السلسلة الثانية. 4-4 في المجموع. لاحظوا صانوغو من مالي أمام طه بن غزيل. يلا طه يسجل الهدف. تقدم الآن 5 مقابل 4 في المجموع، ولا زال لدينا تصويبة من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي. حمزة يستعد، يتقدم ويضع الكرة في المرمى. ممتاز حمزة المتوكل. 5-5 الآن. بالدموع. جيل جديد، جيل صاعد، جيل نصفق له مهما كانت النتيجة صراحة. كرة تنفذ والحارس ممتاز. طه بن غزيل يتمكن من التصدي. نصف خطوة نحو النهائي. قدم في النهائي الآن في انتظار القدم الثاني. طه ممتاز، طه رائع، طه مبدع، طه يعطي الاطمئنان لعناصر المنتخب الوطني المغربي. الزواني فؤاد
فؤاد، كرة النهائي، جول جول، والمرور للمنتخب الوطني المغربي. هنيئا للمنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة الوصول إلى المقابلة النهائية عن جدارة. يستحق هذا الجيل، يستحق هذا الجيل أن يسير إلى أبعد مدى لأن يصل إلى النهائي. نعم يستحقون يستحقون يستحقون. لم يصدقوا على أنهم مروا فيما الدموع من الجانب الآخر. مباراة لم تحسم إلا بضربات الترجيح، لكن بهذه الفرحة بهذه